ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على hang phrasal verbs. hang اللي الماضي بتاعها خد بالك hung. اول phrasal verb هو hang up. يعني ايه hang up؟ ليها معنيين. المعنى الاولاني انك تعلق حاجه من هدومك او تعلق حاجه عامه. example: I always hang up my clothes. I always hang up my clothes. اوكي؟ المعنى التاني الهانج اب انك تنهي المكالمة. تعالوا اديلكم مثال. لا، المثال ده على بابايا، مش عارفة حد من ابهاتكم بيعمل كده ولا لا، بس my dad always hangs up first، اللي هو اسمح لي اقول لك سلام. طيب مفيش، he always hangs up first. خلاص هو عرف انت فين، عرف انت كويسة، خلاص شكرا بيو. تاني حاجة الهانج هي hang out. hang out هيجي في دماغك ان hang out دي معناها ان احنا نخرج. لا، نخرج يعني go out، هنتكلم عليها في فيديو تاني. بس hang out يعني يقضي وقت. تاني hang out، اسمع مني كويس، hang out يعني يقضي وقت. تعالوا كده ناخد جملة عليها عشان توضح اكتر. I sometimes hang out with my friends. معنى كده اللي أنا بقضي وقت مع أصدقائي، ولكن مش شرط أكون برا البيت. I can say I hang out with my friends at home. عادي جدا. ولاحظ إن hang out بيجي معاها برضو حرف الجر with. أنت بتقضي وقت مع مين؟ I hang out with mom. I hang out with dad. I hang out with my family. Like that. أما hang around معناها إنك تقضي وقت أو تطول في مكان أو تقعد في مكان. إحنا بنتكلم على المكان دلوقتي. تعالوا أديلكم example. I was hanging around the mall. I was hanging around the mall. hanging. طب يعني إيه hanging؟ يعني إنك تتماسك أو تنجو أو ما تقعش، ما تيأس. تعالوا كده ناخد example. مثلا ممكن اقول لحد انا فخورة بيك انك فضلت متماسك لفترة كبيرة، فممكن اقول له I'm proud of you because you've been hanging in for too long. I'm really proud of you. في كمان expression كده اسمه hang in there. يعني ايه hang in there؟ لما بنلاقي حد خلاص بينهار او احنا عايزين نقول له تماسك، اصبر، ما تيأس، ما تقلقش، خليك قوي، فبنقول له hang in there. اكيد مش بالدراما دي، بس انت يعني على حسب الطريقه اللي انت تقولها صح. اسمها hang in there. اخر phrasal verb معانا الهانج هو hang on to. hang on to انك تكيب something حتى لو مش بتستعملها، يعني تحافظ على حاجه تخليها معاك حتى لو مش بتستعملها، ما ترميهاش يعني. تعالوا كده نحطها في جمله. I sometimes hold on to my old clothes. وده غلط، ما give them away. لا والله بحبهم قوي، يعني I sometimes مش في كل الأحيان. I sometimes hold on to my old clothes. خلصنا. المطلوب منك دلوقتي إنك تستخدمهم في جمل تحت تكتبها في التعليق، وأنا إن شاء الله لو غلط هصححها لك، ولو صح أقول لك برافو عليك، وأشوفكم في حلقات تانية كتير. See ya.